يعني واضح دفاعكم عن اللباس التقليدي، هذا الموروث التاريخي التونسي. لماذا التشديد على وجوده في إكسبو 2020؟ عسلامة بالتونسي، صباح النور وشكرا على الاستضافة بسكاي نيوز. والله اللباس التقليدي التونسي لباس يعبر على الموروث الحضاري والثقافي قديم برشا، يعني من سنين الله. فتوا مع العولمة والتوجه العالم الكل إلى العولمة والتطور، فنحسوا فما شوية اندثار لكل ما هو تراث وتقليدي. يعني شخصيا بمجهوداتي الخاصة نحاول نحافظ على التراث هذا، والحمد لله بالترويج للباس التقليدي التونسي والحضور بأكثر المناسبات العربية والدولية نلت لقب سفير الباس التقليدي التونسي، لا لشيء إلا لمحافظتي على تراث بلادي وباش نوصل صورة مشرقة وحلوة لكل ما هو تقليدي وتراثي لتونس. في أيامنا الحالية سيد سفيان، يعني الشباب يتجهون إلى اكتساب تقاليد الغرب أكثر، ربما يذهبون إلى ترندز أكثر. يعني السراويل تغيرت، التيشيرتس تغيرت. كيف باستطاعتكم إقناع الشباب التونسي في الحفاظ على هذا الزي وعلى الجبة التونسية؟ بالضبط كما كنت تقول سيادتك، يعني التوجهات نتاع الشباب التونسي او العربي او العالمي هو للتطور للجينز للسبورتس وير، يعني كل ما هو كاجوال. لكن كي يشوفوك شخصيا انا او يشوفوا مجهودات جباره، احنا مثلا في تونس عندنا يوم وطني بس تقليدي تونسي هو 116 مارس، عندنا ديوان كامل يعني للمحافظه على التراث، هو الديوان الوطني للصناعه التقليديه اللي من اكثر من 20 سنه يدعم ويعمل يعني تظاهرات ومعارض وطنيه ودوليه للمحافظه عليه. وخاصه غير هذا انك مثلا تنجح في انك يلبس من عندك المشاهير التونسيه والعربيه، فهذا دافع كبير للشباب التونسي والعربي للاقبال على اللباس التقليدي التونسي، ولما لا باش نهار هما نفسهم ولو يخموا مثلا احنا في تونس بالاعياد الوطنيه، بالمناسبات الرسميه، بالافراح، يعني عقد القيران، بالفرح، ضروري أن الشاب أو الشابة التونسي يلبسوا جبة، برنوس، فوطة وبلوزة، القفطان، الطرايون، المرساوي، الكبوس الغارق. هذم أسامي تدل على موروث حضاري كبير برشا وقديم لتونس. هناك تنوع كبير يعني واضح ومتعدد في أنواع وأشكال اللباس التقليدي في تونس، يعني ذكرت بعض منها. هناك الشاشية، السفساري، يعني صحح لي إن كنت ألفظها بطريقة واضحة. عرفنا إليها هذه عرفنا إليها بشكل أكبر يعني للمشاهدين. طبعا الجميع لديه فضول لمعرفة هذا التراث. اللباس التقليدي التونسي ثري برشا. الراجل نجم نقولوا عنده الجبه، عندنا القشبيه، عندنا البلوزه، عندنا الكدرون. نجم نوصف لك يعني جبه، هذه جبه تونسيه كلها تطريز يدوي هاند ميد، اللي يميز اللباس التقليدي التونسي من الالف الى الياء. واحنا عندنا الاقتصاد التضامني من سنين، من قرون. كيفاش؟ لانه الجبه هذه تمر على 5 حرفيين، يعني اللي يعمل الفصاله، اللي يلصق الحرج، اللي يطرز، اللي بعدين يعمل فينيشينج. فالجبه كيفاش عندها 6 قطع، الجبه، الفرمله، المنتين تحتها تكون طويله هكايا، عندنا الكدرون، عندنا البلغه هو الشوز، عندنا البرنوس، الشاشيه. هذا هو. المراه عندها السفساري. السفساري لما كنت تقول عليه هو لما تخرج من الحمام او من عقد القيران او حاجه، يعني تخرج من بيت ابوها، احنا نقولوا تلبس برنوس او تلبس السفساري، كأن يعني كانت محميه بزوجها بوها وتوا رايحه لبيت زوجها. عندها الفوطه والبلوزه، عندها المرساوي، عندها الطرايون، عندنا القمجه. يعني من احنا فيه تنوع كبير من الشمال للجنوب. في الشمال عندنا جبال وعندنا ثلج في الشتاء، وفي الجنوب عندنا الصحراء والتراب والواحات، وعندنا تونس يعني عندنا ما شاء الله شريط ساحلي كبير برشا. فالتنوع هذا في الجغرافي عمل لنا تنوع كبير في اللباس التقليدي نتاعنا. سيد سفيان، بالعودة إلى إكسبو 2020 ووجود هذا الزي التقليدي وهذا الموروث التاريخي التونسي هناك، يعني
كان في للزائر يمكنه أن يعيش هذه التجربة من خلال مرآة افتراضية تفاعلية. أخبرنا عن هذه التجربة، يعني تجربة افتراضية أساسا هذا شيء متقدم جدا، وكيف تفاعل زوار الجناح التونسي معها؟ والله الحمد لله، نشكر حقيقة القائمين على الجناح التونسي اللي كان شرف لي أن يكون ضمن الوفد اللي طلع لتنشيط الجناح التونسي. هو سيبكس التونسي لتشجيع المصدرين، وزارة السياحة والصناعة التقليدية التونسية، الديوان الوطني للصناعة التقليدية. يعني كانت مجهودات جبارة لتنشيط الجناح. الجناح راهو نجم نقولوا مقارنة كما شفتوا ما شاء الله في الريبورتاج، مشكورين يعني زرتونا، هو صغير في الحجم لكن كبير ومتنوع. أي إنسان يدخل الجناح التونسي يقول لك يعني تحس بدفء، يعني شالورو بالتونسي، يعني دافئ، يعني تحس حاجات حيه ملموسه. اول حاجه هو الاستقبال البهو اللي فيه المرايه ال 3 دي، اللي كان لي زاد شرف اني لبست الجبه التونسيه اللي نجم اي انسان، وكانت فما ازياء تراثيه تقليديه قديمه برشا من الديوان الوطني للصناعه التقليديه والمسمى الكبيره نتاعنا مدام فاطمه بن عبد الله. انك لما تقف قدام المرايه هذه يعني تدور كأنك أنت تدخل جوا المراية وتشوف صورتك في اللباس التقليدي. ذاك كان تفاعل ونجاح كبير للتجربة هذه. وبعد تدخل الباو عندك زاد مرآة، يعني نظارات 3 دي، تشوف حضارة قرطاج العظيمة اللي احنا 3000 سنة. يعني حنا بعل شخصيا يجي يحكي لك، يوريك يعني الميناء البونيقي، يعني يوريك كيفاش التنوع في التجارة في أيامات حضارة قرطاج. وبعد تدخل يوريك المنتوج، يوريك الزيت زيتونة، يوريك التمر، يوريك الاقتصاد التونسي، السياحة اللي معروفة بها تونس. يعني برشا مجالات تشجعك الاستثمار في تونس. وبعد آخر شيء فما جناح الحلو برشا اللي جينا مشكورين مع الديوان الوطني للصناعة التقليدية قلت لك ووزارة السياحة، أن نشطنا وحطينا لباس تقليدي تونسي. شجعنا الناس باش يلبسوا الشاشية، البرنوس، الجبة، وتصوروا معهم، وخاصة يلمسوا كل ما هو تراثي. طبعا يعني هذه دعوة من حضراتكم سيد سفيان لكل زوار إكسبو 2020 لزيارة الجناح التونسي وتجربة المرآة الافتراضية من أجل يعني لبس هذا الزي التقليدي. شكرا جزيلا لك مصمم الأزياء التونسي وسفير الجبة التونسية سفيان بن جمرة.